بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أنا عندي برد قبل أي شيء ادعولي بالشفاء عشان دور صعب، وأنا الفترة دي عندي حاجات كتير محتاج أنجزها، فادعولي بالتوفيق يعني وبالشفاء العاجل القريب يعني. طيب، حلقة اليوم هي حلقة تكنيكال ومنها توك، لأن الثغرة بتاعت النهاردة بصراحة ملهاش لابات، فملهاش جزء عملي، لكن إنها هندسكلوز ليها كام رايت اب كده، يعني حاجة خفيفة خالص. الايدور ممكن لو انت لسه اول مرة تعرفها ممكن تكون حوار، بس بمجرد ما تعرفها هي مش حوار خالص، لدرجة ان في بعض الناس كانت جت فترة كده كان فيها ترند كلمة replacing IDs is my job. هو انت بس بتريبليس اي دي، كل اللي انت بتعمله انك مجرد بتريبليس اي ديز حرفيا. وقتها بيبدأ بقى الموضوع يدسكلوز لك انفو بتاعت ناس تانية وبتاع. فالانسكيور دايركت اوبجكت ريفرنس الايدور يعني بج بسيطة، كل فكرتها اللي بتقتصر عليها هي انك بس تريبليس الاي ديز، ايا كان بقى اي دي هاش يو اي دي جي يو اي دي ايا يكن. هنتكلم عن الحاجات دي برضو كمان شويه. لو هتكلم عن الايدور فلازم افرق بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. كان في ميم كده نازل من فتره، كنت شفته على الفيسبوك. مين ده؟ مين هذا النكره؟ اذا مش هحمي ضيفي مين هذا النكره؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ انا مش عارف. بتشتغل ايه؟ زي اي حد. بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ المهم الاوثنتيكيشن بكل بساطه طريقه تعارفك او اتصالك بالابلكيشن. ده الاوثنتيكيشن. يعني ايه؟ يعني في اكتر من طريقه للاوثنتيكيشن. عندك البيرير توكن، لو عمل جي دبليو تي، لو عمل اي بي اي كي، لو عمل سيشن عادي بي اتش بي سيشن اي دي، عن اي حاجه. بيزك اوث مثلا، لو بتفتح موقع اوقات بتلاقي موقع بتطلع لك بوب اب تقول لك دخل يوزر نيم وباسورد، ده بيبقى بيزك اوث. تلاقيه في الهيدر كده حتى اوثرايزيشن، وفي بيس 64 انكودد تكست عباره عن اليوزر نيم نقطتين الباسورد. ده البيزك اوث. عندك الثيرد بارتيز بتاعت الاوثنتيكيشن زي الاوث زيرو والكوجنيتو بتاعت امازون. زائد عندك كذلك الحاجات اللي هي بتاعت الاو اوث، اللي هي مثلا تلوجن بالفيسبوك، تلوجن بكروم، تلوجن بجوجل، تلوجن ببطاطس. نعمل حلقه مخصوصه قريب عن الموضوع ده، لان الموضوع ده مليان اكونت تيك اوفرز، سواء بقى في بنتست او باك باونتي بروجرامز. اونلاين هنظبط الحلقه. طيب، الاوثرايزيشن دي الصلاحيات. يعني انت خلاص عملت كوميونيكيت مع الابلكيشن، هو عارف انت مين، انت اليوزر الفلاني. خلاص نيجي بقى للاثورايزيشن. مسموح لك تعمل ايه ومش مسموح لك تعمل ايه، مسموح لك تاكسس انهي داتا، مسموح لك ما تاكسس انهي داتا، ايه اللي مسموح ومش مسموح، ايه مثلا لو انت لو رول يوزر مثلا ايه اللي مسموح هنا، ايه اللي مش مسموح هنا، وهكذا. طيب يعني البريفيس اسكيليشن مش بروكن اكسس كنترول. لا، البروكن اكسس هي نون اوثنتيكيتد اصلا، انما البريفيس اسكيليشن تحت الامبروبر اوثرايزيشن، يعني في خلل في الاوثرايزيشن، الصلاحيات بس مش اكتر. حلو. نعم، من ناحيه الاوثنتيكيشن انت اوثنتيكيتد وكله تمام والابلكيشن متعرف عليه. طيب كده وضحنا الفرق بين الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. جميل قوي. تحت الايدور عندنا تو كاتيجوريز، البي اف ال اي والبي او ال اي، بفلا والبولا. تمام، البفلا والبولا. طيب البفلا فهي البروكن فانكشن ليفل اوثرايزيشن، والبولا البروكن اوبجكت ليفل اوثرايزيشن، يعني فانكشن واوبجكت. الاوبجكت هنا سواء بقى كان الريبليس اي دي او ريبليس اليو اي دي، ايا كان طريقه انك تديله الداتا دي، سواء كان في هيدر، بارامتر جيت، بوست داتا، ايا يكن، ولكن انت بتغير اوبجكت عنصر معين جوه الفانكشن. جميل. اللي مسموح لك تزورها او تكلمها عادي. بيدسكلوز لك بيانات بتاعت ناس تانية او بيانات مش مسموح لك انك تشوفها. ده اول بوينت بالنسبه للاوبجكت. طيب الفانكشن هنا يعني بنروح شويه ناحيه البريفليج اسكيليشن. ليه؟ لان البروكن فانكشن ليفل اوثرايزيشن يعني في اوثرايزيشن انا اسف، في مسكونفيجريشن او خلل في الاوثرايزيشن بتاع انك تاكسس الفانكشن دي. يعني مثلا انت كلو رول يوزر مش مسموح لك مثلا تاكسس البيلنج انفو، فاكسست البيلنج انفو دي بريفليج اسكيليشن تقدر تكونسيدر تحت الامبروبر اوثرايزيشن، او تحديدا تحت الامبروبر اوثرايزيشن ممكن تكلاسيفايت على انها بي اف ال اي او بروكن فانكشن ليفل اوثرايزيشن. ده الفرق بين الفانكشن والاوبجكت. والفانكشن كذلك ممكن تعمل لها كولز بشويه
اند بوينت يعني مش كل اشكالها مختلفه. ممكن يكون مثلا انت ريدر فمش مسموح لك تعمل اي حاجه بوت او اي حاجه ديليت وهكذا، فكل اللي مسموح لك جيت. فبرضه جرب في الميثود مش شرط في الاند بوينت نفسها، ممكن الاند بوينت تكون اكسس بس مالكش تعدل، اعمل برضه حساب هذا الموضوع. طيب في توبك بقى لزوز كده، بصراحه ما لقيتش لابات اولا للايدور، كلها حاجات هبلدها وبتاع، مجرد ريبليسنج اي ديز، فمالوش لازمه بصراحه. مش هتعب نفسي يعني ولا تعبكم في اننا نبيلد لابات، يعني الموضوع بسيط قوي. اليو اي ديز او الجي اي ديز از ايدورز، والله ده موضوع شائك واوقات بتقبل في باك بي 4. في بروجرام نصب عليا من فتره وواحد صاحبي كذلك، المفترض ان هو يعني عمل ريورد لشويه بي 4 وشويه بي 5، شويه كتير طير كتير، بحجه ان مش هنعرف نوبتين الاي دي ده. هي ممكن تتقبل او لا على حسب البروجرام عايز يدفع عايز يقبلها هكذا ولا لا، لان لو البروجرام زي ما قلنا قبل كده قال لا فهي لا مهما عملت ومهما عملت. الا بقى لو عملت اسكيليشن او جبت طريقه تانية في انك تجيب الاي ديز دي. طيب زي ايه؟ لو الاي ديز دي مثلا بتتحط في لينكات، فانت ممكن تتشيك فيروس توتال، تتشيك واي باك، لو تشوف اليو اي ديز بتاعت اليوزرز دول او الاورجنايزيشنز التانية ايا يكن، ممكن تكون حاجه متسربه في الواي باك او الاركايف عموما. زائد عندك طريقه كمان بحب اركز معاها قوي بصراحه، الليك في باقي الريكوستات. يعني انت دلوقتي محتاج مثلا تديسكلوز بيرسونال انفورميشن بتاعت ايميل معين. كان في بج قبل كده كنت عامل فيها سكيليت بالموضوع ده. انا لما بعمل انفايت للميل ده، في الريسبونس الميل ده اصلا يوزر في الموقع بس مش عندي في الاورجنايزيشن، فاليوزر في الموقع ليه يوزر اي دي حلو، فكان معايا ايدور باليوزر اي دي بالفعل، وكنت مقدمها الاول على انها اقدر حد له رول معايا ياكسس باقي الداتا البيرسونال بتاعه التيم او الاورجنايزيشن، ولكن اتقفلت انفو. فبعت ريبلاي بقى بان ليه ما نعملش انفايت اصلا لايميلز مش عارفينها حلو من اورجنايزيشنز ثانيه. الموضوع كان شغال فعلا، بيسرب اليو اي دي في الريسبونس، يعني بتعمل له انفايت وفي الريسبونس بيديك الاي دي بتاع اليوزر، فخلاص تقدر تاخده بقى تكبشره، تبعته في الريكوست الفولنربل او المصاب بتاعك وتبدا تفتش البيانات بتاعته. اليو اي ديز لو ما عملتلهاش سكيليت او وفرت الاي ديز فما تزعلش ان اتقفلت، هي تتقبل وستيل فولنربيلتي، ولكن ان جيت للحق من الاخر وعنده حق هتجيبه منين يعني، فاهم؟ ولكن هل هي ستيل فولنربيلتي؟ ستيل فولنربيلتي، وليها سيناريوز كتير ولكن ضعيفه. فلنفرض مثلا انا شخص عندك في الاورج وخرجت، انت خرجتني خلاص، سبت الشركه او سبت الاورجنايزيشن دي، فانا مثلا لو شايف او محوش الريكوستات من جوه اخد اليو اي ديز بما انها مش هتتغير والعبك انا بقى من بره ابدا ارازيك، فاهم؟ ليها سيناريوز كتير قوي. ولكن لو كتبت له حاجه زي اللي انا بقولها لك دي في للترياجر او حاجه كده، هيقول لك ماما في العشه ولا طارت، وهيسوحك ويبعتك كوكب المريخ. حاجه كمان عايز اتكلم فيها بالنسبه للايدورز، في بج عمر سبيس بوي كان كاتب عنها في ميديوم، هي باث ترافيرسال في جراف كيو ال، وانا بصراحه ممكن اكونسيدر ات از ا vulnerability يعني بصراحه للايدور. هنا كان في اي دي، المفروض الاي دي ده كان بيترفلكت هنا بعد ريسيبينتس دي، فرجع واحده فقام لاغي الاي دي. باختصارا للرايت اب يعني عمر قال لك طب ما ارجع وادخل الفيكتيم اكونت وبعدين الريسيبينت الفيكتيم ريسيبينتس هاش، يعني هنا كان كاستمر الاي دي بتاع الفيكتيم ريسيبينتس والاي دي اللي جوه بقى الكاستمر بتاع الهاش بتاع الريسيبينتس ده حلو عشان تشوف الريسيبينتس بتوعه يعني. فبمجرد ما عمل ده رجع 2. هنا كانت الفولنربيلتي ب 2 هاشز، اوكي، واحد للكاستمر وواحد للريسيبينتس، يعني كاستمر هنا ريسيبينتس هاش هنا كذلك. فانا اقدر كونسيدر دي از ان ايدور، لكنها برضه باث ترافيرسال، لكن ده ما يمنعش انها ممكن فعلا تتحط تحت الايدور. فالايدور ليها اشكال كتير. شكلا اخر زي البج اللي كنا مطلعينها قبل كده وعملنا عنها فيديو، الاس اس ار اف ايدور، كان رينيتور عامل فيديو عنها قبلي بصراحه، وده اللي خلاني يعني استوحالي فكره من هذا الموضوع، قابلته في مره فعلا وعملنا عنه فيديو. فلو ما شفتش الفيديو ده ارجع اتفرج عليه. هنا انا دخلت انترنال عندهم بالاس اس ار اف وجبت لوكال هوست حلو هم بيكلموه من جوه الشبكه، وبدات افظ عليه واتراك الباثز في الريسبونسز وهكذا، وبدات برضه احط اي ديز تسرب لي معلومات من جوه زي ابلكيشن اي يو اي دي اي بي اي كيز، فبقى بيرد عليها بالاي بي اي كيز. لو حطيت سلاش اي بي اي كي واديته اي دي من الاي ديز دي اللي هي راجعه في الريسبونس، بيديسكلوز لي بقى الاي بي اي كي كلير تكست والبيانات دي كلها. فالموضوع كان جامد برضه بصراحه. حاجه كمان، حاول دايما تشين الايدور، يعني لو عرفت تعلي الامباكت من الايدور، لان الايدور لو ما كانتش مثلا يعني بتاخد على الاقل فلنقل
انها يعني كان في بج مره هي بريفليج اسكيليشن زائد عايز منديل. انا بردان هو انا اعمل ليه كده فتح بقك ليه كده اصلا؟ ماشي. حاجه كمان، الموضوع اللي كنت لسه بتكلم فيه كان فيه بريفليج اسكيليشن بايدور، يعني انا ما كانش مسموح لي اكول الاند بوينت الفلانيه، بس الهاي رول مسموح له يعمل لها كل عادي. طيب انا بصراحه جبت بريفليج اسكيليشن حته بأدت بيها خانه معينه، اوكي، مش مسموح لي كلو رول أدت الحته دي، فعدلت الخانه دي بالفعل، والحته دي كانت انجكتبل ل XSS كود، فعملت انجكت ضرب عند الفيكتيم. حلو. الادمن لما فتح وما قدرتش وقتها اعمل تيك اوفر لان ما كانش فيه كوكيز، كان فيه اوثرايزيشن وكان بيتشيك على الاي بي او الجهاز المفتوح منه. لو الاوثرايزيشن ده مش ملائم مع السينتشر بتاعت الديفايس اللي انت فاتح منه مش هيشتغل، او اللي بعت منه الاي بي. فعشان كده كان لابد اني الى حد ما او بشكل او باخر ابعت ريكوست بقى من هنا، اقدر استغل الادمن نفسه، مع اني مش هقدر اتيك اوفر الاكونت بتاعه لانه مفيش كوكيز، والاوثنتيكيشن بتاعه GWT وبيتشيك على الماشين، بيعمل ساين اوت لو كلمته من جهاز هو مش متقبل او عارف السينتشر بتاعته بيرفضه. فانا قلت ليه ما خليهوش يطلع ريكوست من عنده اصلا؟ يعني ايه هقول لك. دلوقتي الاكسس اس دي كانت موجوده بتضرب عند الادمن. حلو. فانا برن جافا سكريبت كود. طيب انا مش هعمل بوب اب ولا هعمل اي حاجه، انا بس هبعت ريكوست عادي بجافا سكريبت يكون الاند بوينت دي بالجي دبليو تي اللي متخزن في اللوكال ستورج عند التاب. فهو مش هيعمل حاجه، هو بس هيبعت ريكوست مجرد ما يضرب عند الادمنستريتور. طيب بعد ما ضرب عند الادمنستريتور، ايه الريكوست اللي اتبعت؟ ريكوست اللي كان vulnerable للايدور دي. فدي كانت كريتيكاليه بصراحه. بريفليج اسكيليشن لاكسس اس لايدور، بس شين الايدورز دايما تشينز الايدورز لذيذه قوي، وفي سيناريوهات اكتر بصراحه بس مش مستحضرها في دماغي قوي. طيب رايت ابس، انا بصراحه الايدور بستهيفها جدا، فما جمعتلهاش رايت ابس كتير قوي. يعني هنا على سبيل المثال الراجل المحترم ده هو كل اللي عمله انه غير البيمنت ميثود اي دي، فبدا يديسكلوز له وهو بيدفع في بارامتر اسمه بيمنت ميثود اي دي. فهنا على سبيل المثال اللي حصل انه البارامتر اللي زي ما قلت لك اسمه payment method ID لما غيره بدأ يبعت على الريبيتر ريكوست الباي، فبدأ يديسكلوز بيانات بتاعة كاردز تانية بتاعة يوزرز تانيين، بعت على انترودر طبعا، حط شوية بايلودز مختلفة، أرقام مختلفة وهكذا. ودي كانت vulnerable idor هنا. اوكي طيب حلو قوي الكلام ده، ماشي. اللي بعد ده شريحة. اوكي تصدق انا خدت الرايت اب دي حطيتها، لو شفت انه شريحه ما كنتش دخلته الفيديو بصراحه. الواد ده بحبه بصراحه، انا بهزر، انا بحب شريحه وكل اللي فات مات، انا وشريحه اخوات. وتعمل يا عم شريحه يا الشريحه يا الشريحه. طيب شريحه هنا كتب اليوزر نيم بتاع تيست، فبدا يديسكلوز له بيانات مختلفه. يعني لو غير كلمه تيست وحط اي يوزر نيم بيديسكلوز له بيانات عن الموبايل قبل اللوجن، وريبورتت وبلع دبليكيت. يلا ما باينه قوي ان لازم تلبس دبليكيت. يعني بصراحه لو ما لبستش دبليكيت على حاجه زي دي يبقى البروجرام فيه حاجه غلط. بصراحه هم لسه عاملين ريليز للفانكشن يعني، فاهمني. طيب ايدر ليد تو داتا ليك هنا مصطفى جوردي بلاير ماتش بلاير اي دي اور نيم، فبمجرد ما حط البلاير اي دي او النيم فبدا يداله انفورميشن تقريبا هو ملوش اكسس عليها. اظن الريكوست ده كان نون اوثنتيكيتد ايذر ان اند بوينت. ماشي. فكلها replacing IDs هنا player ID match time result when his handle at his game name. مش عارف ليه دي بج بصراحة، أنا حاسسها مش بج، مش عارف ليه، بس قشطة طالما دفعوا خلاص فأكيد هما ليهم وجهة نظر. ده بقى بالنسبة للريسورسز. في فيديو هنا لنامسك وبون فانكشن. بون فانكشن دي تشانل جامدة قوي 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 قوي، هي شارحة كام بج، مش مكفرة حاجات كتير، بس الفيديو اللي هي عاملاه كفيل يخليك تماستر او تدرك كاملا البج اللي هو بيتكلم فيها. بصراحة شان قوية جدا، حقيقة جدا بصراحة. طيب كده اكون خلصت كل اللي انا عاوز اقوله. هسيب لكم الرايت ابس والفيديوز بتاعت الريسورسز والحاجات دي كلها تحت في الديسكريبشن. اتمنى الفيديو يكون
عجبكم الى حد ما. ويعني لاحظت المره اللي فاتت فيديو الاندرويد ما جابش قد كده، ولكن انا مش بقدم فقره ما يطلبه المستمعون، لان انا لو هقدم ما يطلبه المستمعون بصراحه مش هخلص من فيديوهات التوكس، لان هم عاوزين او الشباب عاوزين الفيديوز دي. ف انا بصراحه هفضل انزل حاجات عشوائيه كل فتره، CTF فيديوز توكس، فيديوز تكنيكال، نتكلم عن باجز، نتكلم عن حاجه، ديسكلوز معاكم فكره جديده جامده حاجه كده. ف نحن كما نحن، حتى لو الحاجه ما جابتش فيوز ما عنديش اي مشكله فيها. المهم نشير اكبر قدر من العلم، واديني بمرن ايدي برضه صراحه. بس القاكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. الله انت جاي على ماشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا سلام يا شباب.